بعد استيلاء العثمانيين على إيالة الجزائر سنة 1515 التي لم يجدوا عناء في إخضاعها لسلطة الأستانة التي كانت في أوجها في عهد السلطان سليمان القانوني، والتي لم يصمد أمام مدها الجارف إلا المغرب، الدولة الأمة الذي سحق الإنكشاريين ودحر الإمبراطورية العثمانية في معركة ستظل شاهدة في أمجاد التاريخ المغربي. في هذا السياق عرف المغرب عدة صراعات ومواجهات مع الدولة العثمانية خلال القرن السادس عشر ونهاية القرن الثامن عشر، نتيجة التدخلات العثمانية في الشؤون الداخلية للوطاسيين وبعدهم السعديين، وبدأوا يخططون لغزو المغرب الذي بقي عصيا عليها رغبة منهم في فرض سيطرتهم عليه، غير أن جميع هذه المغامرات والأطماع ستتكسر في معركة وادي اللبن الخالدة. خلال القرن السادس عشر تدخل العثمانيون عسكريا في عدة مناسبات عن طريق دعم مختلف فالمطالبين بعرش المغرب، كما قاموا باغتيال السلطان السعدي محمد الشيخ بشكل بشعوتم تعليق رأسه على أبواب القسطنطينية، كما شنوا العديد من الغارات العسكرية داخل الأراضي المغربية التي يتصدى لها المغاربة باقتدار كبير، بل واستطاعوا في بعض الأحيان ضم هران وتلمسان لسلطان المغرب. في بداية الأمر كان بين الوطاسيون والعثمانيون علاقات جيدة، حيث أن عددا من الانكشاريين كانوا في خدمة سلاطين الوطاسيين، لكن العلاقة سرعان ما تدهورت بسبب الخلاف حول تلمسان وأطماعهم لضم المغرب لإكمال السيطرة على جميع مناطق شمال إفريقيا. هذه الأطماع وقوبلت بالرفض من قبل السلطان السعدي أبو عبد الله محمد الشيخ الذي دخل فاس سنة 1550 وطرد منها بني وطاس الذين قبلوا التبعية الاسمية للعثمانيين وخطبوا باسم السلطان سليمان القانوني فوق منابر المساجد. وفي عام 1549 أدى صعود الأشراف السعديين للسلطة في المغرب إلى تخوف العثمانيين من فقدان وهران، حيث تم إبرام اتفاق بين الطرفين ينص على تقسيم أراضي مملكة تلمسان يستعيد بموجبها المغاربة تلمسان ما عدا وهران التي تبقى تحت الحكم العثماني. ومع ذلك ظلت الاتفاقية حبرا على ورق، خاصة بسبب مؤامرات العثمانيين مع إمارة الدبدو حلفاء الوطاسيين، مما دفع السلطان السعدي محمد الشيخ في عام 1550 إلى شن هجوم على الوجود التركي غرب الجزائر، وفتح من خلاله المغاربة تلمسان في 9 يونيو 1550، فحاصرها الشيخ 9 أشهر وساد حكمه إلى وادي شلف، وقتل في هذا الحصار ولده الحران. ازدادت التوترات بين السعديين والعثمانيين عام 1552 ميلادي، بعد أن حاول السلطان سليمان القانوني التقرب دبلوماسيا من السعديين، حيث ألقى اللائمة على حسن باشا حاكم إيالة الجزائر العثمانية في النزاع المسلح في وادي الشلف، وقام بإزالته من الحكم واستبداله بصالح ريس. زاد من هذا التوتر حماية الأتراك لأحد أعداء السلطان السعدي، وهو أبو حسون الوطاسي آخر سلاطين الوطاسيين، بعد أن وقع في قبضة القراصنة العثمانيين بعرض المتوسط. وفي أكتوبر 1553 ميلادي شن العثمانيين هجوما على فاس بقيادة باشا الجزائر صالح ريس، مما أدى إلى الاستيلاء على المدينة وإعادة أبو حسون الوطاسي لسدة الحكم أثناء دخولهم فاس في عام 1554 ليعيثوا في الأرض فسادا وتثور عليهم الساكنة وتقوم بطردهم. سينجح محمد الشيخ السعدي من استعادة فاس ورد الغزاة في شتنبر 1554 في معركة حامية الوطيس قتل فيها أبو حسون الوطاسي.
ورغم ذلك لم تتوقف أطماع العثمانيين في المغرب، ففي يونيو 1557 أرسلوا وفد للسعديين يطلب مبايعته أميرا للمؤمنين وبضرورة الصلاة وضرب العملات المعدنية باسم السلطان العثماني. السلطان محمد الشيخ، وبعد أن قرأ كتاب السلطان سليمان ووجد فيه أنه يدعو له على منابر المغرب ويكتب اسمه على سكته، حمى أنفه وأبرق وأرعد وأحضر الرسول فقال: لا جواب لك عندي حتى أكون بمصر إن شاء الله، وحينئذ أكتب لسلطان القوارب. فخرج الرسول من عنده مذعورا يلتفت وراءه إلى أن وصل إلى سلطانه. كتاب الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى لأحمد بن خالد الناصري. ولم يجد حاكما الإمبراطورية العثمانية سليمان القانوي أمام هزائم جيوشها في مواجهة السعديين، وهي تحاول أن تدخل إلى المغرب بدا من مؤامرة اغتيال سلطان المغرب. وفي أكتوبر 1557 قام أتراك من حراسة الذين دخلوا خدمتهم داعين أنهم من الفارين من الجيش العثماني، حيثانت هزوا فرصة خروجه في رحلة صرفقة عدد قليل من حراسة، فاستفردوا به قطعوا رأسه غدرا ونقلا رأسه إلى القسطنطينية، حيث احتفظ سليمان القانوني بما اعتبرها انتصار، وذلك أن 1557. بعد استشهاد السلطان البط محمد الشيخ، استعاد العثمانيون مدينة تلمسان التي كانت في أيدي المغاربة. ورغم ذلك لم يظفر العثمانيون بحكم المغرب، فقد نجح الشريف عبد الله الغالب نجل الشريف المغدور خليفته في الانتصار ودحر القوات الانكشارية العثمانية تحت إمرة قائد عائلة الجزائر حسن بن خير الدين بربروسام. واعتقد أن اغتيال السلطان المغربي محمد الشيخ سيم هدل وحكم المغرب بكل سهولة. هذا الانتصار الخالد جاء في أعقاب محاولات الأتراك غزو عاصمة مملكة فاس ليلتقي الجمعان سنة 1558 ميلادية في منطقة وادي اللبن، والتي تقع في حاضرة تيسة جنوب مدينة تانوت. وانتهت المعركة بانتصار ساحق للسعديين ليواصلوا الغالب سياسة وده المرتكزة على التصدي للأطماع العثمانية. هذه المعركة الشهيرة التي أعادت الهيبة إلى المغاربة، وقدمت المغرب في عهد السعديين كقوة سياسية ودينية وعسكرية يهابها العثمانيون والإيبيريون رغم المشاكل الداخلية التي كان يعرفها المغرب، كاسبا بذلك الاحترام من طرف من كانوا متربصين بالمغرب الدولة الأمة. انتهت التوترات بين السعديين والعثمانيين عام 1585 بناء على أوامر سلطان القسطنطينية، تاركين الأمر كما هو عليه. وفي عام 1641 أعاد محمد بن شريف تلمسان وأبعد القوات العثمانية حتى الأغواط بعد سيطرته على وجدة، إلى أن تم التوقيع على معاهدة تم التفاوض عليها عام 1647. اعتبر وادي تافنة كحد بين الإمبراطوريتين بعد أن كانت وهران تعتبر مدينة مغربية. وبعد تولي الخليفة أحمد المنصور الذهبي قاد سياسة معادية للعثمانيين، رافضا خلافتهم التي طالب بها لنفسه ووطد استقلال المغرب. لكن بعد وفاته عام 1603 دخل المغرب في حرب الخلافة، فقدت من خلالها السلطة المركزية في مراكش السيطرة على جزء من الأراضي المغربية، الشيء الذي أدى لسلسلة من التدخلات العثمانية من خلال دعم أمراء الحرب وقادة الزوايا الدينية. وإلى غاية عام 1651 تولى محمد بن شريف الحكم، الذي دخل منطقة الندرومة قبل أن يعود إلى وجدة، كما توغل إسماعيل بن شريف بدوره في تافنة حتى جبال العمور عام 1678. وبعد وفاة السلطان يزيد بن محمد سنة 1792 قام بأي وهران محمد الكبير بمحاولة الهجوم على شمال شرق المغرب، حيث سيطر على وجدة والجزء الشرقي من الريف، قبل أن يستعيدها السلطان مولى يزيد عام 1795 بشكل نهائي، ليعقبها تحديد الحدود في وادي كنيس.
في الوقت نفسه، وبين عام 1792 و 1830 سنة دخول فرنسا لإيالة الجزائر العثمانية لتصنع دولة بمرسوم وتطلق عليها اسم الجزائر، قام السلاطين العلويون بمضايقة بايات وهران، ومع انهيار الوصاية العثمانية على الجزائر اعترف سكان تلمسان بعبد الرحمن بن هشام كسلطان عليهم. إنها المملكة المغربية الشريفة الدولة الأمة التي نسفت حلم الإمبراطورية العثمانية على أبوابها بالسيطرة الكاملة على شمال إفريقيا. وهذه أشهر المعارك الشاهدة على بطولات المغرب الدولة الأمة.